كلمة ختامية. والله لا بودي بك اغتنم الفرصة هذه لنؤكد مرة أخرى أن احنا نقول الحقيقة للمواطنين، ما فيش شك. صحيح. كل دائما الحقيقة. اليوم ماناش كما دول أخرى. صحيح. هذه هي الحكومة تاعكم. صحيح. اليوم ما شافت الطريق هذه. صحيح. لازم نكونوا متشائمين كثير. صحيح. الحل الاقتصادي يطلب أن ما نزوش أن يكون سجعان، ما نزوش نكون عندنا دو لامبيسيون دي كوراج، وثقة. نعم. لامبيسيون دي كوراج، ونمشيو في هذه الطريقة. نعم. هذا هو الوقت. دوك لما فر، ونعاود نأكد، احنا نقولوا الحقيقة، واحد نتحكموا كما ينبغي. إذا كان ضروري ناخذ بعض الإجراءات باش نقلص أشياء قلصها هذه، ولكن حان الوقت أن نمشي إلى اقتصاد مبني على الاستثمار ليخلق الثروة. صح. نتبع دائما ريع البترول ولا هذه الغنيمة. صح. إنما توصلش بعيد، وهي زائلة، هي ثروة زائلة. نعم. ولو تكون. صح. حتى من جانب الثقافي، من جانب الحضاري. نعم. كي ما تعبيش، كي واحد ما يتعبش، قيمة الحياة أين هي؟ القيمة الإضافية، أين هي القيمة الحضارية؟ هذه سياسة الرئيس بوتفليقة. احنا نؤمن بمستقبل هالبلاد بالتأكيد، بشيء من الصرامة، بشيء من المسؤولية، بشيء من كما قلت الاستثمار وتحمل المسؤولية، كل في مكانه. إن شاء الله سنتجاوز هذه المرحلة التي تمر بها الجزائر جراء تراجع أسعار النفط. شكرا جزيلا لكم معالي الوزير. شكرا جزيلا. شرفتونا، وإن شاء الله تكون عندنا لقاءات قادمة حتى نقيم مدى تطبيق هذه الإجراءات ونجاعتها في الساحة. شكرا للزميلين الإعلاميين من إذاعة الجزائر الدولية، زميل عبد القادر بوجلة، ومن وكالة الأنباء الجزائرية فوزي كنوش. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم أنتم مشاهدينا، كل عام وأنتم بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.